أهلا بكم في هذا الملخص السريع لأهم الأخبار اللي لازم تعرفوها عن الزيادة التاريخية المنتظرة للأجور في مصر. وسط كل زحمة الأخبار وموجة الغلاء الصعبة اللي بنعيشها، الحكومة طلعت بإعلان ضخم جدا هيأثر بشكل مباشر على جيب كل موظف فينا الفترة الجاية. طيب أولا خلينا نتكلم عن الحدث الأكبر. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أعلن رسميا عن التجهيز لأكبر زيادة للحد الأدنى للأجور في تاريخ البلد كلها، وده طبعا بناء على توجيهات الرئاسية. ثانيا، نيجي بقى للسؤال اللي بيشغل بالنا كلنا: إمتى هنشوف الزيادة دي في إيدينا؟ الأرقام النهائية هتتعلن فورا بعد مراجعة موازنة العام المالي الجديد 2026-2027. وطبعا زي ما احنا عارفين الموازنة بتبدأ في يوليو، يعني التنفيذ الفعلي خلاص على الأبواب. أخيرا، ليه الكلام ده بيحصل دلوقتي؟ الحكاية ببساطة إن دي محاولة مباشرة لإنقاذ قوتنا الشرائية قدام التضخم والارتفاع المستمر في الأسعار، زي مثلا زيادة أسعار السولار الأخيرة اللي الدولة شالت أكثر من ضعف تكلفتها عشان تخفف الصدمة. يعني تخيلوا معايا كده، كأن مرتباتنا بتجري على جهاز مشي في حين إن الأسعار بتجري في ماراثون مفتوح. فهل يا ترى الدفعة التاريخية دي هتكون هي القفزة للمواطن محتاجة عشان يستعيد توازنه المالي ويلحق بخط النهاية؟ باختصار، احنا دلوقتي بنترقب درع اقتصادي غير مسبوق في الموازنة الجديدة عشان يكون مظلة تحمينا